بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، اللهم بلغنا رمضان العام القادم جميعا يا رب ونحن في أحسن حال. النهاردة بقى إن شاء الله أنا قررت أعمل معاكم شوكولاتة العيد. هتعملها إزاي يا أمولة؟ هنبدأ مع بعض اهوت ونشوف. هنجهزها من بدايتها لحشواتها لكل حاجة، وهقول لكم أفكار تانية انتوا ممكن تقدروا تعملوا بيها غير اللي أنا عملت بيها. كل واحد وبيعمل الحاجة اللي هو بيحبها. أنا بحبها باللي أنا هعمله بها دلوقتي. هتشوفوني دلوقتي أنا عملتها إزاي. أول حاجة أنا معايا دوت ربع كيلو شوكولاتة خام بالحليب أو السادة. اعملي بيها. ممكن بدل ما تجيبي اللي هي القوالب الكبيرة اللي أنا استعملت منها، ممكن تجيبي اللي هي السما او دريم اللي هي القالب الصغير ده وتعملي بيها. معايا ديت القوالب السيليكون انا هشتغل بيها فيها. لو موجوده عندك خير وبركه، مش موجوده عندك اشتريها بقى واشتري الشوكولاته على طول بقى جاهزه. انا معايا بقى دي الحشوات. معايا جناش الشوكولاته البني والبيضه، ومعايا الطوفي، ومعايا جناش الشوكولاته بالحليب. انا بحبهم بالحشوات ديت وبالمكسرات. انا عملت حبات. نيجي بقى لورق التغليف. ده ورق التغليف اللي انا شاريه، بتجيبيه من عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات. هو مش غالي، هو رخيص جدا. الفرخ من دوتي، هو الفرخ 60 في 40 ب10 جنيه. بيعمل معاكي حبه حلوين، يعني بيعمل الثلاث قوالب دول. الفرخ بيعمل الثلاث قوالب. بتجيبي بتقصقصيه على حجم حجم الشوكولاته اللي انت هتشتغلي فيها، بنفس المنظر ده زي ما انتوا شفتوه. اول حاجه بقى اني سيحت الشوكولاته. طبعا انا نقلت في كيس حلواني علشان اسهل على نفسي، ما اقعدش الغوص الدنيا حواليا بالمعلقه وكده. بس انت ممكن عادي تشتغلي بالمعلقه. بعد كده املي القوالب نص القالب بس، يعني نص الدايره مثلا او المربعه بتحط نصها بس، وبدخلها الفريزر بعد ما بخلص كل الكميه اللي معايا طبعا. ولو عندك قوالب اكتر هيبقى احسن، او عندك القوالب الاكليريك برضو سهله، بس بشرط القوالب الاكليريك لازم تدهنيها زبدة زبدة جوز هند، علشان لو انت حطيتي فيها الشوكولاته كده وجيتي تطلعيها مش هتطلع. انا مليت القوالب اللي معايا اهوتي السيليكون. طبعا السيليكون سهل بتدخليه، بس اهم حاجه ان انت ترصي القوالب بتاعتك على صينيه كده زي ما انا عامله عشان تعرفي تتحكمي فيهم. دخلتهم بقى الفريزر، جمدهم وطلعوا من الفريزر. جهزت دي جناش الشوكولاته البني. طبعا بتحطي بس مش كميه كبيره، يعني حاجه بسيطه كده علشان ما يخرجش من الجوانب. بعد كده بقى احشيهم كلهم بنفس الطريقه. عندك الجناش. انا بحب طبعا الجناش، وبحب اللي هو صوص المربى، بس ما عملتوش المره دي. والمكسرات انا عملت حبه من دول وحبه من دول، هتشوفهم كلهم معايا في اخر الفيديو باذن الله. وتقدري تعملي اي حاجه تانية انت عايزاها. ما انتش عايزه تحطي اي حشوات خالص، املي القوالب على طول كلها مره واحده ودخلها الفريزر تجمد، وطلعيها اعملها في ورق التغليف على طول. بعد طبعا ما حطيت الحشوات كلها ابدا بقى اقفل عليها تاني بالشوكولاته. الحشوه في النص، فانت لما تنزلي الشوكولاته هتغلفيها من الجوانب ومن فوق، وهتبقى مقفوله عليها زي ما انتوا شايفين. اكمل كل الكميه وادخلها الفريزر، ولما تخرج من الفريزر اوريها لكم بقى بعد ما جمدت اهي. ما شاء الله جميله جدا. تبداي بقى اطلعها بقى واحده واحده. حلاوه السيليكون بقى ان انت بتضغطي عليها بتطلع على طول. شايفين اللمعه بتاعت الشوكولاته؟ ما شاء الله اللمعه جميله. ليه؟ لان انا مسيحاها صح. لكن لو انت سيحت الشوكولاته غلط هتطلع معاكي مش باللمعه ديتي. بسيحها ازاي؟ انا بحط على الربع كيلو الشوكولاته دوت، انا بحط عليه 4 معالق زيت، وبدخلها الميكروويف 30 ثانيه، اطلعها اقلبها وارجع ادخلها تاني الميكروويف، اقلبها في 30 ثانيه، اقلبها تاني. بتبقى ساحت مني وبقت زي الفل. ما عندكيش ميكروويف على حمام ميه، اهم حاجه الميه قاع الطبق اللي انت هتعملي فيه او البوله ما يبقاش لامس الميه، لازم يكون بعيد عن الميه. صهد الميه بس اللي يطلع على الشوكولاته يسيحها لك. وتخلي بالك قوي 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 لنقطه ميه واحده ترجع تيجي في قلب الشوكولاته تبوظها لك. بعد كده اهو شايفين التغليف سهل جدا جدا، وبيديلك شكل بقى هتشوفوه دلوقتي طبعا بعد ما تخلص. تحفه التحفه، حاجه جميله جدا. تقدري تعملي كميه كبيره. انا ما شاء الله عملت من النص كيلو. انا عملت نص كيلو شوكولاته، عملت حوالي طلع لي في النهايه حوالي 2 كيلو شوكولاته. بعد ما حطيت الجناش بتاعه والمكسرات والحاجات دي كلها، طلع لي في النهايه حوالي 2 كيلو او 2 كيلو الا ربع شوكولاته. هتشوفوه دلوقتي معايا كله، ويمكن اقل. انا بصراحه ما وزنتش. إيه
بعد كده شايفين التغليف بتاعه سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه، بتضغطي اهوت من الجنبين باهم حاجه بس بتسويهم كده على بعض، وتضغطي المربعه بتضغطيها من الجنبين، والمدوره بتلفها زي الفراشه كده، زي الدايره كده على بعضها، وبتضغطي. شايفين ما شاء الله. المره الجايه بقى ان شاء الله ما اعمل لكم الشوكولاته هعملها لكم بايه؟ يوميات اموله. رايكم بقى؟ هيبقى ده اللوج بتاعي، يوميات اموله. بعد ما خلصت كل الكميه معايا، هي زي ما انتم شايفين ما شاء الله الكميه كبيره مش قليله. غير مني بقى اتفضل معايا حبه تانيين غير اللي هم من غير تغليف دول. انا ورق التغليف اللي عندي ما كفاش فسبتهم كده عادي. إيه معايا برضو كميه تانية مش متغلفه، سبتها برضو على جنب هناكلها عادي. شايفين الحشوات من قلبها هي مش باينه قوي، بس ما شاء الله تحفه التحفه. الشوكولاته اللي انا بستعملها ديت اللي هي الشوكولاته الاحمدي، بجد طعمه جميله جمال. جربوها وان شاء الله مش هتندموا. طبعا بقى قلت ايه، بما ان احنا عملنا الشوكولاته تعالوا نعمل مع بعض فكره حلوه لتوزيعات العيد. احط فيهم شوكولاته كده، وابدا ايه، احط العيديه بتاعتي، الهديه اللي هتتحط فيهم، وايه، وتدوم بقى لحبايبك لولادك بقى، وتفرحيهم بحاجه حلوه وحاجه ايه، وحاجه جميله. العلب ديتي كانت موجوده عندي، انا مش شاريها يعني ولا حاجه، ده اللي كانوا موجودين عندي فحبيت ان انا استعملهم. وفكره حلوه عندك برضو ممكن ملبس تحطيه برضو مع الشوكولاته. وفي افكار تانية باذن الله هحاول ايه اجمعها لكم وهوريها لكم ان شاء الله لو يعني كان في وقت معانا. وبالشكل دوت تقدري تعمليها وتفرحي كل ولادك وتفرحي حبايبك وتفرحي كل الناس. وربنا يجعله رمضان مبارك علينا يا رب. رمضان راح خلاص، اللهم اختم بيه اعمالنا بالحسنات يا رب، اللهم امين. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. واستودعكم الله، دمتم في رعاية الله، مع الف سلامة. وما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي تعليق حلو زي قلبكم تقولوا لي فيه تسلم ايدك يا امل. استودعكم الله، مع الف سلامة.